تحتفي الجزائر بثورة ونضالة أبنائها، وتحرص على صون ذاكرتها الحضارية والتاريخية حتى تظل في متناول الأجيال، حيث سعت منذ استقلالها واسترجاع سيادتها على تجميع كل ما له علاقة بهويتها وثورتها المجيدة بالأمكنة والأزمنة والأرقام. ورأت في إنشاء مؤسسة الأرشيف الوطني بعدا من هذه الأبعاد متعددة المراحل، ليصبح الأرشيف الوطني حامي الذاكرة الجماعية وإحدى الدعائم الثلاث للتراث الثقافي الجزائري إلى جانب المكتبات والمتاحف. عندما استرجعت الجزائر سيادتها صدرت تعليمات أيضا إلى كل الإدارات العمومية بالاهتمام بقطاع الأرشيف حتى السبعينات، حيث بدأ التقنين والتنظيم بإلحاق قطاع الأرشيف بقطاع الثقافة وربطه بمركز الدراسات التاريخية في ذلك الوقت. بعد ذلك جاء الأمر الصادر في سنة 77 لتنظيم قطاع الأرشيف، ثم بعد ذلك كان مشروع بناء هذه البناية التي نتواجد فيها والتي تضم بين ظهرانيها المديرية العامة للأرشيف الوطني ومركز الأرشيف الوطني في سنة 88. تعد البناية التي تحتضن الأرشيف الوطني نصبا وطنيا عظيما من الناحية الهندسية والجمالية، تتكون من 8 طوابق وتحتوي على 64 مخزنا مجهزة بكاشف للدخان ومطفاءات وأبواب مضادة للحرائق. يحفظ على مستوى هذه المخازن أرشيف غني بالمعلومات السياسية، الاقتصادية، الاجتماعية والثقافية من زمن الفترة العثمانية والفترة الاستعمارية وفترة ما بعد الاستقلال. جهزت البناية بفضاءات ومصالح تقنية وفقا للمعايير الدولية المعمول بها في ميدان الأرشيف. مخبر التنظيف والتطهير للحفاظ وصيانة الوثائق من الأتربة والحشرات والفطريات والبكتيريا المضرة بالورق. ورشة للتجريد الفني والترميم تقوم بترميم الوثيقة أو الجريدة ترميما بدائيا، أي إصلاح ما يجب إصلاحه بورق خاص للتلصيق والورق الياباني، وهذا للحفاظ على الوثائق والكتب الثمينة والجرائد لإطالة مدة بقائها، حيث يتم ترميم هذه الأخيرة ورقة بورقة. تجمع هذه الأوراق بواسطة الخياطة ليتم تغليفها بعد ذلك وتزيينها كآخر مرحلة للتجريد الفني. كما تحتوي البناية أيضا على مطبعة وورشة للتجريد الصناعي، حيث تقوم ورشة الطباعة بطبع ونسخ كل ما تعده المؤسسة من فهارس ودلائل ونشريات ومجلات الأرشيف، لتقوم ورشة التجريد الصناعي باستعمال آلات صناعية لتجريد كل احتياجات المؤسسة من مطبوعات وما يتعلق بأدوات البحث الخاصة بالأرصدة المنجزة بمؤسسة الأرشيف. يضم المركز مخبرين، أحدهما للتصوير المصغر أو ما يعرف بالميكروفيلم، وهو جانب من تطورات التكنولوجيا الحديثة المعمول بها في مراكز الأرشيف والمكتبات لتسيير الأرشيف وحفظه وتبليغه، حيث يعمل هذا المخبر على تسجيل ونسخ الوثائق على أشرطة 35 مم و16 مم. مخبر للتصوير، باعتبار الصورة في مؤسسة الأرشيف أرشيفا في حد ذاته وشاهدا حيا لتدعيم البحث،
فإن مؤسسة الأرشيف تسعى لتكوين أرصدة لمختلف الفترات والمواضيع، من أهمها رصيد حرب التحرير، رصيد ستيفان لابيدوفيتش، رصيد جمعية العلماء المسلمين، رصيد الجزائر القديمة، وغيرها من الأرصدة الأخرى. معالجة أرصدة الأرشيف وحفظه وإنجاز وسائل البحث بأنواعها وتبليغه لكل أصناف الجمهور من المهام الأساسية للمركز، الذي يعمل كذلك على تثمين التراث بإقامة معارض وأبواب مفتوحة على الجمهور الواسع. المهام التقليدية والمهام التكميلية. أما المهام التقليدية فهي تتعلق بجمع الأرشيف وتصنيفه وتنظيمه وترتيبه وترميمه إذا لزم الأمر ومعالجته علميا وتخزينه، ثم وضع كل الآليات التقنية والعلمية لإعداده لتبليغه للباحثين. المهام التكميلية تأسيس المجتمع بأهمية الأرشيف وتعريفه بما هو موجود، وكذلك المشاركة في النشاطات الثقافية والعلمية التي تعرفها الصحة الوطنية، وكذلك الصحة الدولية إذا لزم. فهذه هي المهام. قاعة الفرز، وبها يتم مسح الأرصدة وتحديد محتواها أو ما يعرف بالمعالجة العلمية للوثائق، بالإضافة إلى إعداد فهارس وأدلة ووسائل بحث أخرى توضع في متناول الباحثين والعامة لمساعدتهم على القيام بأبحاثهم وعن هويتهم. بعد المعالجة العلمية للوثائق تأتي المعالجة الإلكترونية أو ما يعرف بعملية الرقمنة، إذ أن اعتماد الأرشفة الإلكترونية أضحى ضرورة حتمية، وهذا تسهيلا لعملية البحث وكذا الحفاظ على الوثائق الأرشيفية الأصلية من التلف أو السرقة بسبب الاستعمال الدائم لها من طرف الباحثين. وعملية الرقمنة سائرة كل المؤسسات منذ سنة 2005، وقد تقدمنا فيها شوطا لا بأس به ولا زالت مستمرة. مؤسسة الأرشيف الوطني توصي دائما بضرورة اعتماد التكنولوجيات الحديثة مع الإبقاء على الوسائل التقليدية في حفظ